السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في قناتكم ماروك نيوز. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة لتوصلوا بجديد أخبار المملكة المغربية والعالم. والبداية بالعناوين. وزارة الخارجية الإسرائيلية تقرر معاقبة رئيس مكتب الاتصال في المغرب رسمياً. السلطات الجزائرية تحول دون لعب نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة. ولي العهد يفتتح المعرض الدولي للفلاحة نشرة إنذارية. زخات مطرية مع تطاير للغبار. أقرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مجموعة من الإجراءات التأديبية في حق دافيد غوفرين رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب على خلفية شبهات تتعلق بالتحرش الجنسي وانتهاكات أخلاقية، إضافة إلى الحصول على منفعة بطريقة غير مشروعة، وذلك بعد جلسة استماع إليه انتهت بمطالبته بتصحيح سلوكه واتخاذ مجموعة من الإجراءات ضده، حسب ما كشفت عنه قناة كان الإسرائيلية أمس الأربعاء في منشور على موقعها الإلكتروني. وأوضح المصدر ذاته أن جلسة الاستماع إلى الدبلوماسي الإسرائيلي التي جاءت بعد تقرير لمفتشية وزارة الخارجية الإسرائيلية حول الاتهامات المذكورة انتهت أيضاً بإدراج ملاحظات في ملفه الشخصي وإلحاق موظف دبلوماسي آخر به طلب منه التعاون معه، إضافة إلى مطالبته بتصحيح سلوكه وإبعاد زوجته بشكل تام عن أعمال المكتب، مع إخضاع أنشطته لمراقبة دقيقة وإجراء زيارات دورية لمقر عمله في المغرب. وأشارت وسيلة الإعلام العبرية ذاتها إلى أنه جرى رفض توصية قدمها. المفتش العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية بنقل دافيد غوفرين من منصبه أو إقالته، مسجلة أن الرجل ما زال يترأس الممثلية الإسرائيلية في العاصمة المغربية، إذ قررت الوزارة إعادته إلى الرباط رغم الشبهات التي تحوم حوله. ولافتة في الوقت ذاته إلى أن المدير العام للوزارة الإسرائيلية هاجم في وقت سابق وبلغة شديدة اللهجة سلوك الرجل بسبب مسؤوليته عن حالة الاضمحلال التي وصل إليها مكتب تل أبيب في المغرب. وأورد المصدر ذاته أن التقرير الذي أعده وفد مفتشية الخارجية في إسرائيل الذي زار مكتب الاتصال في المغرب بعد تفجر هذه القضية أكد حينها أن المكتب يواجه صعوبة كبيرة في العمل بالشكل الصحيح بسبب مخالفات غوفرين، مشيراً في سياق آخر إلى أن هذا الأخير قام برفع دعوى قضائية بالتشهير ضد صحافي إسرائيلي كشف عن جزء من قضية منذ أكثر من عام، وهي الدعوى التي ما زالت رائجة أمام قضاء هذا البلد. وكان رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في المغرب اتهم المسؤول الأمني الأول في مكتبه بالرباط بالوقوف وراء اتهامات التحرش التي تلاحقه بسبب ما وصفه بالصراع الداخلي معه، فيما كشفت تقارير عبرية أن غوفرين رفض كل هذه الاتهامات في رسالة وجهها إلى المدير العام لوزارة خارجية بلاده، واصفاً إياها بالأعمال الانتقامية التي تستهدفه. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت غوفرين في العام 2022 بعد تفجر اتهامات مرتبطة بالتحرش الجنسي وسرقة هدايا، وذلك بعد تحقيق أولي أجراه وفد إسرائيلي رفيع زار المغرب لجمع التصريحات. تمسك نادي نهضة بركان بحقه في خوض لقاء ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بقميصه الرسمي الذي أجرى به باقي أطوار المسابقة هذا الموسم أمام اتحاد العاصمة الجزائري اليوم الأحد على أرضية ملعب 5 جويلية. ودخل ممثل الكرة المغربية في هذه المسابقة القارية إلى الملعب دون الأقمصة التي حجزتها السلطات الجزائرية بمطار هواري بومدين، إذ لم تسلم إليه رغم تأكيد الكاف ضرورة تكلف الاتحاد الجزائري لكرة القدم بذلك. وبحلول التوقيت المحدد لإجراء المقابلة تقدم فريق اتحاد العاصمة الجزائري منفرداً نحو أرضية الميدان، مبادراً إلى تحية الجماهير التي غصت بها المدرجات، وأخذ صورة جماعية بالعلم الجزائري قبل أن ينطلق في إجراء حصة تدريبية. وكانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد رفضت الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الجزائري للعبة صباح اليوم من أجل مراجعة قرار السماح لنهضة بركان بمواجهة اتحاد العاصمة بأقمصة تحمل خريطة المغرب كاملة. رفض استئناف الاتحاد الجزائري وتأييد قرار لجنة الأندية التابعة للكاف الصادر أمس السبت تضمن مناصرة لموقف نهضة بركان وتأكيداً لشرعية ارتدائه أقمصة تحمل خريطة المغرب، بما أن الكاف نفسها سبق أن صادقت على تصميم ومضمون الرسومات الموجودة على الأقمصة منذ بداية الموسم. ولم يقبل فريق نهضة بركان لعب مباراته أمام اتحاد العاصمة ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بأقمصة بديلة صنعها الاتحاد الجزائري لكرة القدم،
عقب مصادرة السلطات الجزائرية قميص النادي المغربي فور وصوله أول أمس الجمعة إلى مطار هواري بومدين. وحضر نادي النهضة البركانية الاجتماع التقني قبل المباراة بدون الأقمصة التي جلبها معه إلى الجزائر. وقال حكيم بن عبد الله لمسؤولي الكاف بصفته رئيس نهضة بركان: إنه لا نقاش في الموضوع ولا مباراة بدون أقمصة مرصعة بالخريطة الكاملة للمملكة المغربية. وترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بمشهور الستينية صهريج السواني بمكناس حفل افتتاح الدورة 16 من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب سيام، الذي ينظم تحت رعاية الملك محمد السادس من 28 إلى 28 أبريل الجاري تحت شعار المناخ والفلاحة من أجل نظم إنتاج مستدامة وقادرة على الصمود. وفي بداية حفل افتتاح الدورة 16 لهذا المعرض الذي تشارك فيه مملكة إسبانيا كضيفة شرف أشرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن على تسليم 3 شهادات اعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة لرؤساء مجموعات منتجي المنتجات المحلية المرمزة خلال موسم 2023-2024. وهكذا تسلم الشهادة الأولى عبد الكريم بياض رئيس فدرالية مهنيي اللوز بجهة الشرق عن البيان الجغرافي لوز بني يزنانس جهة الشرق، في حين تسلم الشهادة الثانية محمد الهادي رئيس تعاونية أيت بوكماز للمنتجين الفلاحيين عن البيان الغرافي تفاح وادي أيت بوكماز بجهة بني ملال خنيفرة. أما الشهادة الثالثة فتسلمها عبد السلام الهوادفي مدير شركة لبتيت دومين ساريلي عن علامة الجودة الفلاحية بيض الدجاج المربى في الهواء الطلق. بعد ذلك أخذت لولي العهد الأمير صورة تذكارية مع المزارعين الثلاثة. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه يرتقب أن يشهد عدد من مناطق المملكة يوم غد السبت زخات مطرية قوية وأحيانا رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 25 و40 ملم، وهبات رياح قوية 70-85 كيلومتر في الساعة مع تطاير محلي للغبار. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن هذه الزخات المطرية ستهم عملات وأقاليم بولمان وفاس وصفر ومولاي يعقوب وجرسيف وتاونات والحاجب وإفران وتازة وتاوريرت ومكناس من منتصف الليل إلى الساعة 3 زوالاً. وأضافت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 70 و85 كيلومتر في الساعة مع تطاير محلي للغبار مرتقبة بعملات وأقاليم الرشيدية وفكيكة والمرتفعات التابعة لأقاليم كليميم وطاطا وسيدي إفني وتزنيت، وذلك من الساعة 10 صباحاً إلى 11 ليلاً.